صباح الخير من بريسبن. اهلا وسهلا بيكم. صباح الخير على الجميع، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. يا رب تكمل السنة دي على خير، ويا رب يكون يوم سعيد عليكم. النهاردة هنتكلم على موضوع تاني، عن موضوع عقدة الخواجة. ان اكتشفت انها مش مجرد عند ناس معينة، لا دي طلعت عندنا كلنا. موضوع عقدة الخواجة. عقدة الخواجة بتيجي وتلاقيها في أي حاجة بتيجي من بره، بتبقى هي الحاجة الكويسة، وأي حاجة من جوه البلد تبقى هي الحاجة الوحشة، أيا كانت هي إيه. سواء مثلا هتلاقي لعيب مصري قصاده لعيب أجنبي، يبقى اللعيب الأجنبي أفضل. منتج أجنبي ومنتج مصري، يبقى المنتج الأجنبي أفضل، من غير حتى ما تفكر إنك أنت تقارن أو تشوف الجودة فعلا كويسة أو وحشة، أو تجرب المنتج ده. دي المشكلة. الصين رغم ان منتجها مش، رغم ان احنا كلنا بنقول المنتج الصيني دوت منتج بيبوظ بسرعة، رغم كده هو مكتسح في دول كتير من العالم بسبب سعره. يعني حتى لو السعر بيبقى ميزة، بيبقى كويس، لكن احنا المشكلة عندنا عقدة الخواجة في كل حاجة، في اي حاجة. حتى لما بنيجي نتكلم في السياحة، يعني السياحة الداخلية، الناس بتهينها جامد جدا جدا. حتى الفترة الأخيرة ابتدت الناس تتهم الناس اللي بتروح دهب إن هم السبب في الزبالة، والسبب في الحرايق، والسبب في كل حاجة، مع إن ممكن يكون أجانب اللي عاملين كده عادي جدا. يعني أنا من عشرتي معاهم عايز أقولك إن هم بيعملوا أكتر من اللي إحنا بنعمله بكتير وبمراحل، بس المشكلة إن إحنا بنعدلهم عشان خاطر هم أجانب من الآخر يعني. النزول بالملابس الداخلية بيعملوها النزول بالملابس الداخليه في حمامات السباحه، سواء رجاله او ستات بيعملوها. وفي اللي بينزل من غيرها اساسا خالص. في حمامات السباحه بينزل من غير هدوم خالص، وما عندهمش مشكله ان هو يعملها يعني. احنا ثقافه مختلفه، بس المشكله ان احنا بنيجي على بعض. رمي الزباله، عايز اقولك ان هم بيرموا زباله في كل مكان. يعني انا عايز اقولك استنى اهو، مكان نظيف وجميل اهو، شايف؟ ده اكيد مش واحد مصري اللي جه رمى الزباله دي ومشي. وادي اهو، ده اكيد مش واحد مصري اللي جوه رماها ومشي، الا اذا انا. فانك انت تقول الزباله بيرموها المصريين بس والاجانب ما بيعملوش، لا الاجانب بيعملوا زيك بالظبط، وبيعملوا في كل حاجه. هنا بس القانون بيحكمهم اكتر، وهو ده اللي بيخلي الموضوع مختلف. لكن مش ما تنفعش كل شويه تقول المصريين مش عارف ايه والاجانب ايه، لا عيب يعني. حصلت مع محمد صلاح لما راح تشيلسي. كان في الواد الالماني دوت اللي مش فاكر اسمه ايه، اللي كان بيلعب عليه عشان خاطر بس بيتقال ان هو جاي من الدوري الالماني، ومحمد صلاح جاي من الدوري المصري. ف يعني كفايه اساسا انك انت التحدي اللي انت بتبقى داخله من نظره الناس عليك انك انت مختلف، فيبقاش انت كمان حاسس بالدونيه. ما ينفعش تحس بالدونيه عشان توصل وتتحدى اللي انت فيه. لازم تحس انك انت تقدر تعملها. فما ينفعش نفضل احنا كمان نفضل نهين في بعض كل شويه، ونقلل من بعض كل شويه يا جماعه. يعني ما مش كده. بطلوا كل شويه تشتموا بقى في السياحه الداخليه. الناس هي شخصيتها مختلفه. يعني انت هتكون مبسوط يعني ان مراتك تنزل بمايو بكيني، يعني هتبقى ده اللي بالنسبه لك حاجه جميله وحاجه حلوه يعني. بلدنا يعني، مصر دي بلدنا، وهم من حقهم ينزلوا باللي هم اتربوا عليه يعني. وبقول لك هنا بينزلوا والله العظيم، بينزلوا بملابس الداخليه، ملابس داخليه يعني، اللي هو بيسموه ايه مش عارف، الاندر والكلام من دوت يعني، البرا والكلام ده كله بينزلوا بيه. ويجي يقول لك ما هو زيه زي المايو. فنكبر دماغنا شويه ونحترم بعض يا جماعه ارجوكم. شكرا، سلام عليكم.